كون السنة هي عمل النبي وهي قوله وهي إقراره ده خطأ. الصحيح أن السنة هي عمل النبي في خاصة نفسه، هي حالة قلب النبي من ربه، ودي بتنعكس في عمله، في سيرته، في أخلاقه. وده ما قالت عنه السيدة عائشة كانت أخلاق القرآن. بتنعكس في بعض أقواله، مش كل أقواله، بعض أقواله اللي بتنم على حالة قلبه من المعرفة بالله بتلحق بالسنة، مثل إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. هذا حديث نبوة، هذا حديث سنة، هذا حديث ينم عن حالة قلب النبي من المعرفة بالله. في حديث آخر واضح جدا أنه ما هو في المستوى ده، ويمكن أن يصنف بأنه حديث رسالة، مثلا حديث المقابر المشهور: كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها. أو حديث آخر مثلا: كنت قد نهيتكم عن الأضاحي ألا فادخروا، يعني كنت قد نهيتكم أن تدخروا لحم الأضاحي وإنما تنفقونه بوقته. فلما زالت الضرورة اللي أوجبت أنه يوصي بأنه لحم الأضاحي يفرق على الناس في وقته ويقسم، قال ألا فادخروا. الحديثين ديل، حديث المقابر وحديث الأضاحي، يمكن أن يكون النموذج للأحاديث التي هي ليست من السنة وإنما هي من الشريعة. فبعض أحاديث النبي شريعة وبعض أحاديث سنة. السنة في الأصل هي حالة قلبه من الله، حالة معرفته، هي حاله. السنة هي حال النبي، وبعض أقواله اللي بتنم على حاله تدرج هذا المدرج، بعض أقواله اللي بتنم على أنه بعلم الأمة ويدرجها ويشرع لها في مستواها، دي شريعة. أما إقراره فجميعه شريعة. إقراره كأن رأى أحد أصحابه عملا فلم ينهوا عنه، هذا يعتبر شريعة ولا يمكن أن يكون سنة. الأمر ده أنا طولت فيه الحديث ليكون واضح عندنا أن السنة شيء غير الشريعة. السنة أعلى من الشريعة، السنة شريعة وزيادة. السنة هي تكليف النبي والشريعة تكليف الأمة، وبين السنة والشريعة ما بين النبي وعامة الرجل من أمته.